الا جيت نسولك دابا في الحياة ديالك كاملة، شحال ديال الفلوس دازت من بين يديك؟ فكر فيها مزيان، شحال؟ ممكن تكون داز بين يديك العام اللي فات 3 المليون، 4 المليون، 5 المليون، ممكن انت هذه 5 سنين، 10 سنين، 15 عام وانت خدام، زيدهم كاملين. حسب شحال؟ 15 مليون، 20 مليون، 30 مليون، 40 مليون. دابا جاوب هذه القضيه هذه، واش في نظرك هادو فلوس بزاف؟ وجاوب حاجه واحده اخرى، شحال ديال الفلوس باقيين من داك الفلوس هادوك في جيبك؟ ماشي داك الرقم اللي في دماغك، وماشي داك الرقم اللي انت كتحلم انه يكون عندك، ولكن شحال ديال الفلوس اللي فريمون كاينين في الكونت بانكير ديالك دابا في هذا الحين. الى هذا السؤال هذا كيجعلك تحس شويه انكونفورتابل، مزيان، لان اليوم ان شاء الله غادي نوريك علاش انت مازال ما عندكش الفلوس وكيفاش تقدر تصلح هذه المشكله الكبيره هذه. باش غنحاولوا نفهموا الموضوع مزيان خاصنا نعرفوا علاش المغاربه ما عندهمش الفلوس وتيبقاو فقراء، تعرفوش يزيدوا للقدام. انت كمغاربي نقدر نقول لك راه قالوا لك بزاف ديال الاكاذيب من ناحيه الفلوس حياتك كامله. قرا مزيان، خذ خدمه مزيانه وان شاء الله غادي تبني مستقبلك. الا كان هادشي كامل صحيح، علاش الاكثريه ديال الناس اللي عندهم لا ليسونس والماستر والدكتورات مازالين ما خدامينش، وحتى الا خدموا كيتخلصوا 3000 درهم في الشهر؟ تيقول لك خبع الفلوس، ما تاخذش لي ريسك. ولكن علاش الناس اللي عندهم الفلوس ما كيخبعوش الفلوس، كيستثمروا داك الفلوس؟ تيقول لك البيزنس غير الناس اللي عندهم الفلوس، ما تقدرش انت دير بيزنس كفاخر. الوغ علاش الناس اللي ما عندهمش الفلوس فقراء كيبقاو دائما فقراء؟ وعلاش الناس اللي عندهم الفلوس كيوليو يزيد عندهم الفلوس؟ the poor gets poorer or rich gets richer. انا تقالت لي نفس الهضره، ثق بيا، كنت بحالك، خديت لا ليسونس والماستر، خديت خدمات زوينين في كوربوريشنز اللي ملتي ناسيونال، ودرت كل شيء بالطريقه اللي قالوا لينا، بالطريق اللي رسموا لينا هما بشحال هادي. ولكن ثق بيا كنت مازال حاصل، ما كنتش حامل راسي، ما كانش عندي الحريه كاع، حتى عرفت اللعبه كيفاش دايره وكيفاش كتخدم وكيفاش فريمون تقدر تولي لاباس عليك. القاعده الاولى اللي غادي نعطيك هي الفلوس راها لعبه، والا ما كنتيش كتعرف القواعد غادي تخسر في داك اللعبه. ايماجين معايا تريح مع راسك وتلعب شويه ديال التشاس، الشطرنج، ولكن انت ما كتعرفش كيفاش تحرك داك اللعيبات ديال الشطرنج، غادي تخسر كل مره. والمشكله اللي كاينه دابا هي ان الاكثريه ديال المغاربه حتى شي واحد ما علمهم القواعد ديال الفلوس. دابا اجي نهضروا على العادات اللي كيخليوك دائما تبقى فقير. الخطا الاول اللي بزاف ديال المغاربه تيديروه هو انهم تيبغيو يفليكسيو قبل ما يدخلوا الفلوس. شنو كنعني بيفليكسيو؟ يبينوا، شوف انا لابس تيشيرت واعر، انا لابس نايكا، انا لابس لوي فيتون. كتلقى يدخل غير واحد شويه من الاي كوميرس كيبغي يمشي يشري طوموبيله كيخسر فلوسه كامله، كيفليكسيو قبل ما يكونوا كيدخلوا الفلوس. كتشوف الدري ولا تيدخل مليون في الشهر تيمشي يطلقها في ايفون صافي مشات المليون في الشهر، كيولي كيدخل 5 المليون في الشهر تيقول لك صافي انا بغيت نشري طوموبيله، كيحط داك الفلوس هذيك في ديبوزيت وكيقول مع راسو انا غادي نبدا نخلص الكريدي كل شهر في داك الطوموبيله، يلا ضمن هو داك 5 المليون في الشهر. ايوا ولا ما بقاش داك 5 مليون في الشهر، شنو غايدير بالطوموبيله؟ خصو يبيعها ولا يرجعها للشركه ولا ما عرف شنو. كتلقى حياته كامله دائما تحت الصفر، كيحاول يبان بان راه عنده الفلوس، هو داك الشيء كامل اللي لابس واللي كيملك كله بالكريدي. اجي نشوكيك واحد شويه، الناس اللي عندهم الفلوس ما كيخسروش الفلوس باش يبانوا عندهم الفلوس، كيستعملوا داك الفلوس باش تخليهم فلوس اكثر. فهم صاحبي البلان كيفاش خدام. النصيحه اللي غنعطيك اخاي غادي تفيدك بزاف، ليف تشيب، عيش حياة عادية. انت هنا الصالير ديالك ولا المدخول ديالك هنايا، عيش هنا برو، عمرك ما تعيش فوق من المدخول ديالك، هكا غادي تخرج على راسك. حاول تانفيستي في واحد الوقت مبكر، ماشي غير تولي تدخل الفلوس بدا تطرطقهم، لا، دخل الفلوس وانفيستي في راسك وانفيستي في داك البيزنس اللي يدخل لك الفلوس. ولا بغيتي تشري اللوكس ماشي مشكل، حتى دير الفلوس بزاف عاد ديك الساعه تقدر تشري داكشي اللي كيبينك انك ريتشي. لا بغيتي فريمون دير داكشي هذاك. كنت درت واحد الفيديو شحال هادي يمكن في 2020 ولا 2021 وهضرت فيه لا كيفاش الناس اللي عندهم الفلوس كيانفيستيو وكيفاش كيسباندي وكيفاش كيخسروا الفلوس ديالهم. شوف اخي، الا عندك الفلوس نتايا كتدخل الفلوس مزيان، ما تطرطقهمش كلهم، دير مع راسك واحد 10% هي اللي غادي تقدر تخسر منها، اما الشيء الاخر كامل تانفيستي اخي. هادشي راه كنت هضرت عليه في شي 2021 في واحد الفيديو، مابقيتش عاقل بالضبط، ارجع للقناه وتشوف. الخطا الثاني اللي بنادم تيدير، بنادم تيبدا يخبع الفلوس ولكن ما تيانفيستيش الفلوس. راه الا كنتي كتخبع
كتخبع الفلوس راه البنكه هي اللي كتاخذ داك الشيء هذاك اصاحبي. البنكه كتستافد من داك الفلوس ديالك وانت ما كتستافدش منها كاع. اصلا حنايا في الدين ديالنا ما خصناش ناخذوا الربا، داك الفلوس اللي كتعطيها لك البنكه ديال لانتيري ما خصكش تاخذها، ماشي ديالك اخاي، هذيك كتلوح، هذيك كتخلص منها. بقى تقول مع راسك انا خصني نخبع الدواير الزمان، مزيان تخبع واحد شويه ولكن ماشي غير تخبع، يكون عندك واحد الفند ديال الامرجنسي، فهمتي؟ هذيك مزيانه تكون ابار هذيك اوكا او شي حاجه توقع. اما تعيش حياتك كامله وانت غير كتخبع، اش غدير لك فلوس في البنك اصاحبي؟ راه كل عام كتخسر الفلوس عن طريق الانفلاسيون كتجي كتدي لك الفلوس ديالك كامله. الفلوس اللي خبعتي العام اللي فات راهم مساويين قل هذا العام هذا. والناس اللي عندهم الفلوس كيديروا كيخرجوا فلوسهم يانفيستيوهم وكيكبروهم وكيمولتيبليو وكيدوبلوا ويضاعفوا الفلوس ديالهم، وانت جالس كتشمش كتفرج مع راسك. خاصك لا بدا تدور العجله ديال الفلوس وتخلي الفلوس ديالك يولدوا لك فلوس واحد اخرين. خاصهم يوليو واحد لا ماشين اللي كتبرينتي لك، اللي كتطبع الفلوس اصاحبي. الخطا الثالث هو دائما كنخمو في ان لو سالير كيساوي سيكوريتي. خطا كبير، لان الباترون ديالك يقدر يطردك لغط ليه. الجوب ولا الخدمه ديالك كتقدر تمشي العام الجاي ولا لغط ليه حتى هي، الا عقلتوا شنو وقع في الوباء. ولا كنتي كتعتمد على واحد المصدر واحد ديال الدخل، مشيتي اخاي راك واحد البوزيسيون فريمون دونجروس. خاصك تعتمد على بزاف ديال المصادر ديال الدخل، ماشي مصدر واحد، لان الصالير بوحدو ما عمره ما غادي يجعلك تكون ويلثي وعندك الفلوس. دابا اجي نهضروا على شنو هو السر ديال الثروه، كيفاش تبني الثروه. غادي نهضروا على واحد الفريم ورك، على واحد الموديل اللي ريتش بيبل، الناس اللي عندهم الفلوس كيستعملوا، كيسميوه ذا دبلز جيم، لعبه التضاعف ولا المضاعفه. الا عندك 1000 درهم دابا في هاد الساعه، راه لا ديستونس ديالك ما بينك وما بين مليون ديال الدرهم هي 10 ديال لي دوبل. شوف معايا هاد القضيه كيفاش كتحسب. الا دوبلتي 1000 درهم كتولي لك 2000 درهم، الا دوبلتي 2000 درهم كتولي لك 4000 درهم. هاد الدوبل الثاني، الدوبل الثالث 4000 درهم كتولي 8000 درهم. هاد الدوبل الرابع 8000 كتولي 16000. هاد الدوبل الخامس 16000 كتولي 32000. الدوبل السادس 32000 كتولي 64000. الدوبل السابع 64000 كتولي 128000. الدوبل الثامن 128,000 كتولي 256,000. طوبل التاسع 256,000 كتولي 512,000. طوبل العاشر 512,000 كتولي أكثر من مليون ديال الدرهم أخي. ودابا السؤال هو في شحال ديال الوقت غادي تقدر تطوبل الفلوس ديالك؟ الا كتخدم خدمه عاديه من 9 ل 5 وكتخبع الفلوس وكتقرم، ما عمرك ما غادي دير مليون ديال الدرهم اخاي. الا بديتي واحد البيزنس وانفيستيتي في راسك وفي البيزنس ديالك تقدر تدوبلي الفلوس ديالك بسرعه فائقه. غنخليك دابا مع واحد الفاصل اشهاري قصير وغادي تشوف كيفاش تقدر تدوبل الفلوس ديالك. مش حال هذه وانت كتقلب على شي طريقه اللي دير لك الفلوس ديال بصح من الويب، ولكن تبلوكيتي وما عرفتي ما دير. جربتي بزاف ديال الطرق ديال الربح، ضيعتي بزاف ديال الساعات في يوتيوب، ولكن مازال ما شفتيش النتائج. هادشي علاش اسسنا واحد الاكاديميه اللي كتعلمك كيفاش دير الفلوس، وكتشوف الناس كيديروا الفلوس قدامك، وكتولي حتى انت كدير الفلوس بواحد الوتيره اللي ما عمرها كانت كطيح لك على البال. في الاكاديميه غادي تاخذ كل شيء اللي غادي تحتاج باش توصل الاهداف ديالك ديال الفلوس. كتاخذ بروغرام من أ حتى ل Z اللي كيعطيك واحد الخريطه ديال كيفاش دير على الاقل 1000 درهم في النهار. دروس معايا انا ومع التيم ديالي على المباشر، وتقدر تسول اي سؤال بغيتي وما عمرك تحس براسك بانك مبلوكي. غادي تاخذ الدعم التقني 24 ساعه على 24 ساعه. اون فوا توحل كتلقى الجواب. كتاخذ افكار وفرص كل نهار اللي يجعلوك دير آلاف الدولارات. وهاد الافكار والفرص ما كيكونوش ساتوري، ما كيكونوش عامرين، وانت والناس اللي في الاكاديميه هما الوحيدين اللي تقدروا توصلوا لهاد الافكار دغيا. غادي تاخذ ادوات اللي كيخدموا بالاي اي، بالذكاء الاصطناعي، اللي كيجعلوك توفر الوقت بزاف ودير الفلوس دغيا. غتدخل في واحد الكوميونيتي، واحد المجتمع ديال الناس اللي موتيفي باغيين يديروا الفلوس، وكتشوفهم كيديروا الفلوس كل نهار وكيبارطاجيو الارباح ديالهم، وحتى هما باغيينك تنجحي ان شاء الله. غادي تاخذ شهر كامل بلا فلوس ديال الاداه ديال ماتش دومينيتا اللي كتوريك الافكار اللي ناجحه مزيان في المجال ديال الطباعه عند الطلب، واللي تقدر دير منها آلاف الدولارات، وكيساعدك بزاف على الخدمه بالزربه ومضاعفه الارباح ديالك بواحد الطريقه رهيبه. ما تبقاش تضيع الوقت، دخل الاكاديميه دابا ويلا نبداو الخدمه ديال بصح.
غنخلي لك رابط لتحت. باجي نهضروا على انا كيفاش اسكيبيت داك الرات ريس، داك السباق ديال الفئران ديال السيستم ديال الفقر اكسيتيرا. برو ما كانش سهله، ولكن تعلمت اللعبه كيفاش كتخدم. قريت على البيزنس، قريت على الماركتينغ، قريت على الفلوس كيفاش كتخدم، السيلز. ما بقيتش كنخمم بحال اللي راني امبلوايي، وليت كنخمم بحال اللي راني اونتربرونور. بنيت واحد البيزنس اللي كيخدم 24 ساعه على 7، وحتى ملي راني ناعس داك البيزنس هذاك ما عندوش واحد البوس، ما عندوش واحد الباترون، ما كاينش الليميت. عطاني الحمد لله فريدم، الحريه اللي نقدر نخدم في اي وقت، من اي بلاصه، في اي ريجيون، وناخذ الحريه الماليه، الحريه الاقتصاديه، والحريه ديال الوقت، وندير شنو ما بغيت مع العائله ديالي، مع ولادي، ونخدم بالطريقه اللي بغيت نخدم بها انايا. ولانني وصلت لهذا الشيء هذا، حتى انا باغيك حتى نتايا طوق الحلاوه ديال هذا الشيء هذا. اخي دابا شنو خاصك دير نيكست؟ الا تفرجتي في هذا الفيديو هذا من الاول حتى لدابا، راك ماشي بحال الناس الاخرين العاديين. شنو خاصك دير؟ خاصك تعلم ريل رولز اللي هما القواعد ديال الفلوس. ما تبقاش تفليكسي، ما تبقاش تبين، خاصك تبدا طوبلي الفلوس ديالك، ملتيبلي الكاش ديالك. اخي حاول تعلم شي طريقه اللي غتدخل لك الفلوس بدون ما تعتمد على الصالير ديالك. الا كنتي خدام مزيان، ولكن دير داك الشيء سيبريتلي، يعني في الجانب، وانت خدام باش تحاول ترومبلاسي داك الصالير ديالك، وما تخرجش من الخدمه من الاول حتى تولي تدخل الفلوس اكثر واكثر واكثر. عاد ديك الساعه ملي تكون مرتاح، ديك الساعه خرج من الخدمه ديالك. ثق في راسك وخذ لو ريسك، وربي ما غيخيبكش.